شويه نكته، احنا نقول سفره السيد السوداني لبريطانيا يدعو الشركات. الشركات اوكي اكو امن، بس تريد لها رفاهيه. ها، وهاي هم بها شويه مناشده. اذا رفاهيه وانت اول شيء قاطع عليهم المشروبات الكحوليه، هاي شلون؟ هسه راح يقول لك هاي سوالفكم المدنيه. لا بالعكس، شوف بالعكس سعد، اول شيء هاي المشروبات الكحوليه ودخولها العراقيه بوقت الرسول هي ما منعت. مو هسه احنا جاي نمنع. اذا هي اصلا جاي تدخل وباسعار، يعني يدخل الصندوق ب 10 دولار يطب بسمسره 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 ورشاوي يوصل ب 50 دولار. زين. وهم جاي ينباع، وهم الناس جاي تقتني، وهم الناس جاي تشرب، وهم جاي ياخذوه، وبالنهايه انت مانعه وفق اي محددات. دول الجوار كلها عندك، وانت تقول انا دوله واحده من الشمال الى الجنوب. في كردستان مسموح، ببغداد ما مسموح. طيب هذول اليزيديه المسيحيين غيرها، هاي الطوائف اللي موجوده عندك وانت قانونيا سامح لهم. هذا ياثر على الاستثمار؟ ما هو هذا الرفاهيه من الاستقرار. ما انت هذا شلون يجيك ابو شركه وهو يسمع انت مانع عليه الرفاهيه الشعب؟ انه هذا اكو ناس، الناس مو كلها تصلي عمي. الناس هسه تروح بوقت الجمعه والخميس، العالم لازم سرعه على المخازن. من تجي انت تمنعه وممنوع، وتروح النادي الصيد ممنوع، وتروح النادي. انا قسما يعني انا ما اشرب يعني ولا قريب على هاي الامور، لكن الناس هسه تروح النادي الصيد قبل اروح الخميس ما اقدر اطب. تروح هاي السعدون، ماكو السعدون، هاي المخازن ما تقدر، ازدحام هيك صاير عالم. جيت انت قطعته، هاي ايضا ترسل رسائل نوعا ما سلبيه. شنو الاراده من عندها؟ شنو الغرض من عندها؟ هسه احنا سمعنا جزء قبل الانتخابات يبدلون ويفتحون، ما ادري. بس بشكل عام هم الناس هوايه ضرت، عوائل هوايه ترى تشتغل على هذا الموضوع وجت تضررت وقعدت والناس جايه تشتكي. فهم هاي رساله يكون يعني هاي امام انظار الحكومه، مدري البرلمان، مدري منو، والله. تمام، خلينا نناقش